والمؤمن يا عباد الله يتحرى ليلة القدر بأمرين عظيمين: الأول أن يحرص على القيام في شهر رمضان من أوله إلى آخره، أن يحرص على أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، فمن قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا قام مع الإمام في جميع الليالي حتى ينصرف الإمام كان قد قام رمضان كله يقينا، فيكون قد قام ليلة القدر، لأن ليلة القدر ليلة من ليالي رمضان، ولا يشترط في إصابة فضلها أن يعلم العبد أنه قد قامها، وإنما المطلوب منه أن يجتهد في طلبها وأن يتحراها. والأمر الثاني أن يجتهد في العشر الأواخر اجتهادا عظيما لعله أن يصيب خير ليلة القدر فيفوز فوزا عظيما، ومن حرم خيرها فقد حرم. نعوذ بالله من سوء الحال. فعلينا أحبتي في الله أن نجتهد وأن نتحرى ليلة القدر وأن نطلبها مقتدين بنبينا صلى الله عليه وسلم.